عيدكم مبروك، سنين دايمة، كل عام وانتم حيين بخير. سامحوني صوتي تعب شوية، صبحت مريضة. حبيت نتشارك معاكم تفاصيل العيد الصغير بعادات وتقاليد تونسية في الغربة. يعني فما حاجات ناقصة خاطر كما تعرفوا الغربة، أما نحاول نعمل مجهودي. أول حاجة باش نشارك معاكم شنيا حضرت. أنا من الولاية قبلي في الجنوب التونسي، ونحضروا الفول والحمص للعيد الصغير. وعملت الخبز العربي، الحقيقة عملته بالمسبق وحطيته في الكونجيلاتور وجبته اليوم. أما الفول والحمص قمت لهم السبعة متاع الصباح عملتهم. عملت الحنة الحنينة، ولبست بيان سور لبسة التونسية، لبستي متاع العيد، مطروزة باليد بس بطريزة نابل من عند برودري ستايل بسمة. اللي يحب ياخذ منها خدمتها ما شاء الله. عملت كعك العنبر، البشكوت التونسي مشخشخ بالفيكيا، الزوزة بالبوفريوة. عملت الصمصة بالجلجلين، عملت الحلو التونسي البرستيج على أنواعه تبارك الله وما شاء الله بالفيكيا. عملت غريبة الحمص الزمنية. هذم كعك ورقة وبقلاوة، بقلاوة وكعك ورقة بعثتهم لي ماما من تونس ربي يفضلها. وهذه البقلاوة الشرقية جاتني ضيفة ما عملتهاش. عملت زيادة الصمصة باللوز والبوفريوة. وعملت زوزة بريستيج. وعملت كعكة تمر أو بسكويت تمر غوفيزيتي، كيف غريبة غوفيزيتي. وعملت المقروض الزمني التونسي، هذا على الطريقة التونسية. أشقائنا في المغرب وتزير أكيد تعملوه بطريقة مختلفة، أما الأصل واحد والبنة واحدة متاع المقروض. وعملت السابلي هذية بالفيكيا. وهذا ربي شنو اكتب اسمي. إن شاء الله طاولتي المتواضعة تعجبكم متاع العيد، وكل عام وانتم حيين بخير. ما تنكدوش على رواحكم في العيد، الدنيا صعيبة على الناس الكل، وللأسف عالمنا وطننا معناتها يعاني من برشا حاجات مش باهية. خليكم فرحانين في العيد، كبروا من شعائر ربي. توا مازالت لي التبخيرة متاع الدار، نيكلوا القصيم اللي كتب ونخرجوا نعيدوا. باي باي.